في السوق ست ادت للبنت الصغيرة اللي بتبيع خضار ورقة مزورة. البنت عرفت بس ما فضحتهاش وطلبت منها تبدلها. الست اتعصبت وبدأت تزعق، وفي الآخر خطفت الفلوس واتهمت البنت ظلم إنها بدلتها. البنت عيطت، لكن خالتها اللي بتبيع سمك دفعت عنها وقالت إن الست هي اللي مزورة الفلوس. الناس اتلموا وهاجموا الست، لكنها اتصلت بجوزها، جه بسرعة ومعاه رجالة وبدأ يتخانق ويهدد. ولما شاف أم البنت هدد ياخدها غصب، بس هو ما كانش عارف إن البنت دي حفيدة عيلة غنية. من 7 سنين أم البنت أنقذت حفيد غني واتجوزته، لكنه دخل في غيبوبة. ومن وقتها الأم ضحت بكل حاجة، وبنتها بتساعدها تجمع زجاجات وتتظاهر إنها كبيرة عشان تتبرع بالدم، والدكتور كان بيساعدهم من وراهم. وفي يوم في السوق بنت صغيرة ساعدت ست عجوز وقعت. الست أول ما شافت ملامحها وعلامة الهلال على دراعها اتأكدت إنها حفيدتها. نادت ولادها وقالت لهم يدوروا عليهم. رجال العيلة بدأوا يدوروا لحد ما عرفوا إنهم في السوق. في الوقت نفسه الست المزورة وجوزها لسه بيظلموا الأم والبنت. بنت العيلة الكبيرة وصلت وشافت المشهد، قالت للناس يبصوا على دراع البنت، ولما شافوا العلامة اتأكدوا إنها من العيلة. البنت الصغيرة باستغراب سألت: انتوا مين؟ البنت الكبيرة ردت بابتسامة: قولي لي يا خالتي. وبعدها ضربت جوز الست ومراته بالقلم. جوزها حاول يلم الرجالة عليه، لكن الجدة وصلت بالحراس في اللحظة المناسبة.